طب يا جدعان، في خلال فيديو النهارده هنتكلم على الكاميوهات اللي هتبقى موجوده في خلال فيلم ديد بول 3. فبلاش ان احنا نطول ولا نخش في الفيديو. في البدايه الكاميوهات دي هيبقى اغلبيتها جايه من التسريبات اللي احنا سمعناها، والتسريبات برضو اللي هي كانت موجوده في اماكن التصوير واللي اتصورت. ونبدا اول كلام بالشخصيه بتاعه جاكرنوت من افلام الاكس مان القديمه. انا حبيت ان انا ابدا بيه لان الممثل بنفسه هو اللي اتكلم عن الموضوع ده لسه من حوالي اسبوع، ولكن اللي قاله الصراحه مش شيء كويس. حسب الكلام اللي هو قاله، فهو قال ان شركه ديزني عرضت عليه بالفعل ان هو يرجع تاني للدور ويعمل كاميو جوه فيلم ديد بول 3، ولكن مقابل مبلغ ضعيف جدا. وهو ذكر ان هو بالنسبه له موضوع انه يلبس البدله من اول وجديد ويحاول ان هو يمثل جوه البدله اللي هي بالنسبه له مش مريحه، الحوار ده بالنسبه له صعب، ومقابل المبلغ اللي ملوش اي 60 لازمه ده الموضوع كده اصعب. فحسب كلامه هو رفض العرض بتاع شركه ديزني وبالتالي مش هيظهر جوه الفيلم. بس برضه الصراحه كل شيء وارد انه ممكن يحصل، لان برضه الممثل ممكن يكون اتفق مع شركه ديزني للمره التانيه، الله اعلم. وتاني شخصيه هي موجوده جوه الفيلم هي شخصيه سيبر توز بتاعه فيلم اكس مان اللي نزل سنه 2000. طبعا الشخصيه دي احنا شفناها في الاماكن بتاعه التصوير، وعرفنا بالفعل ان الشخصيه دي هي راجعه تاني، وكان ساعتها كان في مواجهه بينه وبين شخصيه لوجان او ويلفرين. وزي ما احنا ما شفنا المفروض ان هو كان هيشيل دماغه من جسمه، وديد بول كان هيبقى عمال بيتريق على المنظر اللي موجود قدامه. جانب الشخصيه بتاعه سيبر توس القديمه اللي برضه ما كانش فيه حد بيحبها، كان في شخصيه تانية برضه ما كانش فيه حد بيطيقها، وهي شخصيه تود. وده برضه اتاكد من اماكن التصوير ان هو بالفعل موجود جوه الفيلم. وتالت شخصيه موجوده عندنا وهي شخصيه دافني كين بتاعه اكس 23، اللي هي نفس الشخصيه اللي كانت موجوده في خلال فيلم لوجان. طبعا انا اتكلمت عليها من سنه على اساس ان هي بالفعل هتظهر جوه الفيلم، ولكن مؤخرا تم اثبات وتم تاكيد ان هي بالفعل موجوده، لكن الفرق ان هي هتظهر المره دي وهي شابه مش وهي صغيره. وحسب تسريب برضه هو نزل من فتره قبل الاعلان بتاع فيلم ديد بول اند وولفرين، تسريب تذكر ان هو جوه الفيلم بتاع ديد بول 3 المفروض ان احنا هنشوف ديد بول هيروح لنفس المكان اللي لوجان مات فيه خلال الفيلم بتاعه، ولما هيروح هناك هيحاول ان هو يعيده للحياه تاني، ولكن اللي هتمنعه ان هو يقرب من القبر بتاعه هتكون هي اكس 23، وهتكون هي موجوده هناك بتراقب القبر بتاع ابوها، ومن المفترض ان هو يحصل فايت سين بينها وبين ديد بول. ومؤخرا بقى دلوقتي في كلام على اساس ان هو المشهد اللي احنا شفناه جوه الاعلان المفروض ان هو المشهد ده في نفس المكان اللي هو برضه مات فيه لوجان، واللي اكس 23 المفروض برضه ان هي هتظهر فيه. بس برضه عشان تبقى عامل احتياطك، احتمال ان هو المكان ده يكون يا اما المكان بتاع احداث فيلم افنجرز ايج اوف الترون، يا اما بالفعل نفس المكان بتاع احداث فيلم لوجان، ولكن في خلال فصل الشتاء. عندنا بعد كده الفريق بتاع الفانتاستيك فور القديم اللي هو كان بتاع سنه 2005، بما فيهم كمان الممثل كريس ايفنز بالدور بتاع هيومن تورش. لو هتسال ليه هقولك عشان الممثل كريس ايفنز كان قايل قبل ما يسيب عالم الام سي يو ان هو بالفعل صور مشاهد لعالم مارفل، ولكن هو مش عارف المشاهد دي هتبقى موجوده في انهي فيلم. بجانب كده مؤخرا احنا كلنا اتكلمنا عن الموضوع ده وقلت لكم برضه في كذا فيديو ان هو المفروض الممثل كريس ايفنز هو راجع تاني لعالم الام سي يو، ولكن مش معروف هو هيرجع امتى. ولو تفتكروا التسريبات كانت بتقول انه هيرجع بالدور بتاع كابتن امريكا وهيومن تورش في نفس الوقت، وهيومن تورش ده هيكون هو بتاع سنه 2005 بتاع الفانتاستيك فور القدام. ولو تلاحظ برضه هتلاقي انه كريس ايفنز هو عامل كاميو في خلال الفيلم بتاع رايان رينولدز، فبالنسبه لي ما اظنش ان هو ممكن يرفض عرض زي ده لو الممثل هو عرضه عليه، خصوصا كمان ان احنا عرفنا من التسريبات القديمه انه المفروض شخصيه سو ستورم اللي هي برضه كانت المفروض من الفريق بتاع الفانتاستيك فور القدام المفروض ان هي هتظهر في خلال فيلم ديد بول 3، يا اما مع الفريق بتاعها يا اما كعضوه من فريق الاليموناتي اللي هو موجود في كون 838. حاله برضه ان انت مش فاهم فهقول لك برضه الشخصيات اللي هتظهر من الفريق دوت دلوقتي حسب برضه القصه الاصليه بتاعت فيلم ديد بول 3 واللي اتسربت واتكلمت عليها في الفيديو بتاع تسريب السكريبت المتسرب لفيلم ديد بول 3. عرفنا انه المفروض جوه الفيلم هنلاقي انه في كاميوهات من كون 838 كتير. من ضمن الاسماء اللي انا قلتها ان احنا هنلاقي قدامنا ريد ريتشارد بتاع الممثل جون كراسينسكي للمره الثانيه، وده بعد موته في خلال فيلم دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس. هتقول ان هو مات جوه الفيلم فالمفروض كده ان هو ما يرجعش، فانا سبق وقلت لكم ان هو في تصريحات رسميه من الناس اللي هي كانت شغاله على الفيلم على اساس انه كان في بوست كريت سين ولكن اتحذف، وكان هو المفروض هيرجع في خلال البوست كريت سين ده وهنعرف ان هو مازال لسه عايش. ففكره انه يرجع تاني جوه الفيلم مش مستبعده ان هي ممكن تحصل، خصوصا انه برضه من وجهه نظر الشخصيه ده اكتر واحد هو اللي فتح الموضوع بتاع المالتيفيرس، ويمكن برضه هو فاهم فيه، دليل ان هو سمى الاكوان الموازيه وادى لكل واحد منهم رقم، حتى كمان الكون بتاعه سماه 838، فاكيد هو اللي فاهم وممكن يكون هو المفتاح بتاع المالتيفيرس والحروب الجايه. وتاني شخصيه من المحتمل ان هي تظهر هي الشخصيه بتاعت الممثل دانيال كريج واللي هي باسم بالدر ذا بريف، وده برضه لو تفتكروا عشان هو كان المفروض هيظهر في خلال فيلم دكتور سترينج 2 ولكن هو اتمسح، وكانت التماثيل بتاعته هي مغرقه المكان بتاع الاليموناتي هناك. اما بقيه الشخصيات اللي موجوده في كون 838 فهي بشكل عام هي الشخصيات الجديده اللي حلت محل الشخصيات
الشخصيات القديمه، لان الاعضاء بتوع الفريق القديم المفروض ان هم ماتوا، فالمفروض ان هم بعد ما ماتوا في فريق جديد اتكون من اعضاء جداد. بس صراحه بعد التسريبات الاخيره اللي عماله بتنزل عن القصه بتاعه الفيلم، ما اعتقدش انه نفس الاعضاء اللي انا اتكلمت عليهم السنه اللي فاتت هيكون هم نفس الاعضاء اللي موجودين في الفيلم او النسخه النهائيه. لكن الشخصيه الوحيده اللي ممكن ااكد لك ان هي بالفعل ممكن تظهر جوه الفيلم وهتكون هي برضو من الفريق القديم اللي اتكلمت عليه السنه اللي فاتت، هي شخصيه ماجنيتو بتاعه الممثل ايان ماكيلين. ده لان على حسب برضو اللي احنا فهمناه ان شخصيه واندا اللي هي كانت موجوده في كون 838 المفروض برضو ان هي هتعمل كاميو وهتظهر تاني جوه فيلم ديدبول 3. هنشوف ماجنيتو في الكون ده ان هو مخلي بنته ان هي تكون موجوده جنبه لانها هي هتكون غير متزنه، وده طبعا بيرجع لان شخصيه سكارلت ويتش بتاعت كون 616 هي اتحكمت فيها في خلال فيلم دكتور سترينج 2، فلما هي اتحكمت فيها وثبتها في نهايه الفيلم ده خلاها ان هي غير متزنه ومتاثره بالسحر بتاع سكارلت ويتش او واندا ماكسيموف. طبعا انت اول ما تسمع الكلمتين دول هتبقى عارف كده على طول ان احنا المفروض هنشوف جوه الفيلم كون 838 المفروض هيخش على الاحداث بتاعت هاوس اوف ام، وده اللي بالفعل هيحصل جوه الفيلم. لكن برضو خليك فاهم ان الفكره الاساسيه اللي احنا لازم نفهمها من الاحداث ان كون 838 هيكون بيحاول ينتقم من كون 616، وده بسبب الاحداث بتاعت فيلم دكتور سترينج 2. وعندنا بعد كده الشخصيه بتاعت بروفيسور اكس بتاعت الممثل باتريك ستيوارت. في حاله ان انت مش عارف، الممثل بنفسه كان مأكد من فتره ان شركه مارفل كلمته عشان يرجع تاني للدور وقالوا له ان انت خليك جاهز عشان احنا عايزينك. هو بنفسه طلع وصرح بالكلام ده كذا مره. بس فكره بقى هيرجع تاني في خلال كون 838 ولا هيرجع في خلال كون موازي زي اللي احنا شفناه في نهايه فيلم ذا مارفلز، دي لحد دلوقتي نقطه ما تجاوبش عليها، ولكن هنفهمها من جوه الفيلم نفسه. بس على حسب التسريبات القديمه لو انتوا تفتكروا كان المفروض ان ديدبول هنشوفه ان هو بيتريق على موت تشارلز اكزيفير، وتحديدا في كون 838 لان كان المفروض هيروح هناك ويفهم ايه المشاكل اللي حصلت في الكون ده في الاحداث بتاعه دكتور سترينج 2. عندنا بعد كده كان في تسريبات برضو على الناس اللي هي كانت شغاله في التي في اي والابطال بتوع مسلسل لوكي، واللي منهم هانتر بي 15 وشخصيه ميس مينيتس وشخصيه موبيوس، كانوا المفروض ان هم هيظهروا في خلال التي في اي في خلال فيلم ديدبول 3، ودي تعتبر كانت اول التسريبات اللي نزلت عن الفيلم. بس بالنسبه لشخصيه موبيوس على حسب النهايه بتاعت مسلسل لوكي الموسم الثاني اللي احنا كده شبه فهمناه ان احنا ممكن نشوف موبيوس ولكن في كوكب الارض او في كون 616، ولكن مش هنشوفه جوه التي في اي نفسها الا بقى لو في مصيبه هتحصل في التي في اي فيضطروا ان هم يرجعوه تاني. طبعا الممثل اساسا شفناه قبل كده ووريتكم برضو الصور بتاعته لما هو كان موجود في لندن، وتاكد بعد كده من المسربين ان هو بالفعل في خلال فيلم ديدبول 3. لكن المشكله بالنسبه لنا ان احنا عندنا ممثل توم هيدلسون اتاكد بالفعل ان هو كان موجود في لندن عشان كان بيصور مشاهد بالشخصيه بتاعت لوكي الفيلم ديدبول 3، ولكن المشكله انه كان في مسربين عمالين بيقولوا المشاهد بتاعته هي اتشالت من الفيلم، ومسربين تانيين قالوا ان هو المشاهد بتاعته هي اتشالت بالشخصيه بتاعت لوكي اللي هو موجود في قلعه اخر الزمان، وبدل ما كان هو هيظهر هنشوف ان ديدبول هيروح هناك ولكن مش هيتكلم معاه، ولما يحاول هيشوف مين جوه مش هيلاقي انه لوكي موجود اصلا. في برضه تسريبات تانية نزلت على ان المشاهد بتاعت لوكي اللي موجوده جوه الفيلم هي مشاهد لنسخ فاريانت لشخصيه لوكي، يعني لو انت شفت الشخصيه موجوده جوه الفيلم فالشخصيه دي مش هتكون هي نفس الشخصيه بتاعت المسلسل، ولكن دي هتكون نسخه فاريانت او نسخه شريره منه. وطبعا شفنا في الاعلان الشخصيه بتاعت بايرو، وشفنا الشخصيه بتاعت نيجا سونيك تينيج وور هيد، وشخصيه يوكيو وشخصيه بيتر وكلوسوس وفانيسا وبلايند ال ودوبيندر وشاتر ستار، ويمكن برضو الشخصيه بتاعت فانيشر هتبقى موجوده من ضمن الفريق. حسب التسريبات القديمه برضو كان المفروض ان احنا هيبقى عندنا كاميو من الفريق بتاع الفانتاستيك فور بتاع سنه 2015، واللي هو الفيلم بتاعه يعتبر من افشل الافلام اللي اتعملت قبل كده بالنسبه للافلام بتاعت الفانتاستيك فور. وزي ما اتذكر لما هم يظهروا جوه الفيلم هنشوف ان هو ديدبول هيتريق عليهم. بس برضو على ذكر الفانتاستيك فور بشكل عام المفروض ان احنا هنشوف ان هو في فريق بالفعل هيظهر في خلال الفراغ او الفوت، وده لان على حسب اماكن التصوير كان في بالفعل العربيه بتاعت الفانتاستيك فور موجوده هناك في اللوكيشن، والعربيه دي هي العربيه اللي الفريق معروف بيها من ناحيه الكوميكس. عندنا برضو اللي شبه اتاكدت خلاص من ناحيه التسريبات وهي تايلور سويفت بالدور بتاع شخصيه ديزلر، كذلك برضو الشخصيه بتاعت جينيفر جارنر بتاعت الكترا القديمه هترجع تاني، كذلك برضو كاميو من دير ديفل بتاع الممثل بين افليك، وضيف عليهم بقى بعض الشخصيات القديمه اللي هي كان ليها افلام قديمه قبل كده زمان زي نيكولاس كيج بالدور بتاع شخصيه جوست رايدر، وشخصيه انكريدبل هالك بتاعت الممثل ادوارد نورتون. ولكن نقطه هالك دي عشان تبقى فاهمها هي فيها الصراحه ممثلين ممكن يظهروا جوه الفيلم. الممثل الاول هو بالفعل هيكون هو ادوارد نورتون، والممثل الثاني ممكن يكون هو الممثل مارك رافالو. هتقولي ليه يعني من الاخر كده ممكن هالك يظهر في خلال فيلم ديدبول 3؟ اقول لك طبعا ده بسبب الايستر ايج اللي هو كان موجود واللي هو بتاع الازازه بتاعت هالك واللي انا اتكلمت عليه في الفيديو بتاع تحليل الاعلان، وده هو بيلمح على ان شخصيه هالك هتظهر جوه الفيلم ولكن بشكل كبير هتبقى الشخصيه بتاعت ادوارد نورتون. السبب الثاني اللي احنا عرفناه من ناحيه التسريبات وهو انه المفروض جوه الفيلم هيبقى فيه مواجهه بين وولفرين وهالك، بس برضه وقتها ما اتذكرش انهي شخصيه لهالك، وانت اكيد مليون
في المية تستبعد الشخصية بتاعت مارك رافالو، لان الشخصية دي هي هتكون ضعيفة، هي اساسا مش بتعرف ان هي تواجه او تضرب في الفترة الحالية، او زي ما بتقول كده ده مش هالك اللي هو الغاضب اللي احنا كنا عارفينه. والسبب الثالث معانا او الدليل الثالث وهو انه ممثل مارك رافالو اتسأل اذا كان هتحصل مواجهة بين وولفرين وهالك في خلال فيلم ديدبول 3 ولا لا، وهو برضو عمل زي كل الممثلين التانيين قالك ان انا مش هعرف ان انا اجاوب. وعندنا بعد كده الشخصية بتاعت بيست اللي كانت موجودة في خلال البوست كريت سين بتاع فيلم ذا مارفلز، ده لان زي ما احنا ما فهمنا بعد نزول الفيلم على طول انه المفروض ان احنا نشوف الشخصية دي والكون بتاعه بالكامل في خلال فيلم ديدبول 3، وكان الكون ده ديدبول وولفرين هيروحوا له من ضمن الاكوان اللي هم هيسافروا خلالها، وده اللي هيخليك ان انت تقول ممكن كمان الشخصية بتاعت بايناري ان هي تظهر كمان جوه الفيلم. اما بالنسبة للشخصية بتاعت كيبل ودومينو فالاتنين دول احنا عارفين من ساعة التسريبات القديمة ان هما الاتنين مش راجعين، بس برضو ما تضمنش لان انت ممكن تلاقي كاميوهات منهم او ممكن يظهروا في خلال البوست كريت سين بتاع الفيلم. والمفروض برضو ان انت عندك الشخصيات بتاعت الاكس من القديمة اللي احنا شفناها قبل كده، المفروض ان هي كلها هتعمل كاميوهات جوه الفيلم وهيكونوا برضو من ضمن الاكوان اللي ديدبول وولفرين هيسافروا خلالهم، وفي منهم اللي هيكون مرمي في الفود او الفراغ. بس بشكل عام كل او اغلبية او 99% من الشخصيات القديمة اللي انت شفتها هي كده كده راجعة تاني. وكان برضو عندك من ضمن الاسامي اللي اتذكرت كانت شخصية ليدي ديس سترايك وشخصية نايت كلاولر، وكان عندنا برضو الشخصية بتاعت سايكلوبس كان المفروض انها تظهر في الفراغ التاني، ولكن الشخصية دي كانت هتظهر من خلال كون موازي، تقريبا الكون اللي هو هيكون جاي منه هيبقى الكون اللي وولفرين هو مات خلاله، لان على حسب التسريبات القديمة اللي سبق واتكلمت عليها قبل كده المفروض وولفرين اللي هيظهر قدامنا في خلال فيلم ديدبول 3 اللي هو بتاع هيو جاكمان هيكون من غير البدلة الصفراء اللي انت شفتها في الكواليس. اما بالنسبة للبدلة الصفراء دي فهو هيلاقيها مرمية في الفراغ لما هو يخش فيه هو وديدبول، وهيفهموا هما الاتنين ان البدلة دي كانت بتاعت نسخة قديمة ماتت لشخصية وولفرين. وفي حالة ان انت مش عارف فشخصية سايكلوبس هي اتصورت من الكواليس وهي بالفعل بالبدلة القديمة بتاعت الكوميكس او بتاعت مسلسل الانيميشن. وكان برضو عندنا من الكواليس بتاعت الفيلم كان عندنا العربية بتاعت مون نايت والعربية بتاعت ريد سكال واللي كانت موجودة في خلال فيلم كابتن امريكا فيرست افنجر، ولكن ما نعرفش اذا كان ده تلميح على اننا ممكن نشوف نسخة من ريد سكال موجودة ولا لا. وعرفنا برضو ان شخصية ستورم المفروض انه كان عليها كلام من زمان ودلوقتي المفروض ان هي موجودة في خلال فيلم ديدبول 3 وهتظهر بالفعل، والممثلة بنفسها كانت ملمحة على انها ترجع تاني، فمش محتاجين ان احنا نأكد اكتر من كده. وكان في كلام برضو على الشخصية بتاعت دكتور دوم القديمة بتاعت الفانتاستيك فور القدام، ولكن لحد دلوقتي احنا مش عارفين اذا كان بالفعل هيرجع ولا ده مجرد تسريب كده وممكن يكون اتلغى او مش حقيقي. وكان في كلام برضو الفترة الاخيرة بعد ما نزل الاعلان الرسمي بتاع فيلم ديدبول اند وولفرين على ان الشخصية اللي كانت موجودة قدامنا بتاعت وولفرين هي مش بتاعت الممثل هيو جاكمان، وانا الصراحة اتفق مع الكلام دوت لان الجسم اساسا اللي موجود قدامنا مش مشابه للجسم بتاع هيو جاكمان اصلا. بس برضو اللي اتذكر في الكلام ده واغلبيته اساسا كان اشاعات ان هو المفروض اللي قاعد قدام هيو جاكمان او الممثل اللي بيلعب الدور بتاع وولفرين هو المفروض الممثل شانينج تيتوم بالدور بتاع شخصية جامبت. والناس استنتجت الكلام ده لان طبعا هم قاعدين بيلعبوا ورق كوتشينه وبيلعبوا حاجات زي كده وانتوا فاهمين، غير كده ولا النسخة دي بتاعت وولفرين ولا الشخصية اللي قدامه هم اساسا ظاهرين، فبالفعل المشهد ده هو ممكن يليق جدا على ان جامبت يظهر خلاله. بس بالنسبة للممثل اللي موجود قدامنا هنا واللي هو زي ما قلت لكم مش هو هيو جاكمان، ممكن يكون الممثل ده يا اما تارون إيرينجتون يا اما دانيال رادكليف. لو انت مش عارف فاحنا برضو كنا عارفين ومتاكدين والكلام ده خلاص اتاكد انه في نسخ فاريانت من شخصيه وولفرين هتظهر جوه الفيلم، والممثلين الاتنين دول كانوا اكتر ممثلين عليهم كلام على انهم بالفعل صوروا مشاهد للفيلم بنسخ فاريانت مختلفه من شخصيه وولفرين. وبالمناسبه برضو من ضمن النسخ الفاريانت اللي احنا عرفنا ان بالفعل برضو هتظهر جوه الفيلم بجانب النسخه بتاعت باتش، المفروض ان احنا هنشوف نسخه من الشخصيه بتاعت لوجان اللي هو كان موجود في الاحداث بتاعت فيلم لوجان، هنشوف برضو نسخه تانية من وولفرين من الاحداث بتاعت فيلم اكس مان اوريجينز وولفرين. اشمعنى الفيلمين دول؟ هقولك عشان الستاند دبل بتاع الممثل هيو جاكمان كان منزل صوره وهو مغير الستايل بتاع دقنه وشعره نفس الستايل بتاع الشخصيتين دول على حسب الصور اللي هو كان منزلها، وكان المفروض في شخصيات كتير لشخصيه وولفرين هتظهر جوه الفيلم، وهنشوف ان ديدبول هو هينقي الشخصيه بتاعت هيو جاكمان لان هو هيقول جوه الفيلم انه هيو جاكمان هو الوحيد اللي يعرف يلعب الدور بتاع وولفرين وملوش اي بديل تاني ياخد الدور. والمفروض برضه هيبقى عندنا نسخ فاريانت من شخصيه ديدبول هتظهر برضه جوه الفيلم، ومن ضمن النسخ دي اللي احنا عرفناها هي الشخصيه بتاعت ساموراي ديدبول وليدي ديدبول ودوج بول وشخصيه كيد بول وفوكس ديدبول، وهنشوف برضه كاميو من الشخصيه بتاعت وولفرين بول واللي هو يعتبر دمج بين وولفرين وديدبول، وفي برضه كاميو من الممثل نفسه رايان رينولدز وهو لابس الهدوم بتاعت ملعب روكسهام. وكان في نسخ برضه مختلفه من شخصيه ديدبول كان معمول لها فونكو بوب والمفروض برضه ان احنا نشوفها جوه الفيلم، ولو عايز تعرفهم فهم كده كده موجودين عندي على الانستجرام ممكن برضه ان انت تروح تشوفهم. والمفروض برضه من ضمن الشخصيات اللي هتظهر جوه الفيلم هي شخصيه توبي ماجواير بالدور بتاع سبايدر مان، وده لان على حسب تسريب قديم موثوق المفروض ان احنا هنشوف في خلال البوست كريت سين بتاع الفيلم ان ديدبول وولفرين هيروحوا المحل بتاع مستر
مستر عزيز اللي موجود في العالم بتاع سام ريمي، والمفروض انه مستر عزيز بنفسه هيعمل كاميو جوه الفيلم. بعد كده هنلاقي انه توبي ماجواير هيظهر قدامنا، والفكره من البوست كريت سين ده ان احنا نشوف انه ديدبول والفرين هيجندوا توبي ماجواير عشان يكون معاهم في الفريق بتاعهم، اللي هو الفريق بتاع الافنجرز بتوع المالتيفيرس، واللي هم هيكونوا الابطال بتوع احداث سيكريت وورز. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو، وانزل اشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش، وبيس.